ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض تورتيتين ان شاء الله يعجبوكم. حطيت هنا نص كوبايه ميه وهحط 4 بيضات. ال4 بيضات حجمهم كبير. هحط هنا رشه فانيليا وهحط معلقه محسن. وهحط نص كيلو دقيق سبونج وشويه ميه صغيرين كمان. هقلبهم كده مع بعض وهشغل عليهم العجان لحد ما يضربوا معايا خالص. في الوقت ده انا بسخن الفرن بتاعي وبشوف الحله اللي انا هعمل فيها. ببدأ كده اقسم في التورت دي في الحلل ديت مقاسها 17، بس هي يعني مفيش فرق بين 16 و17، فنقول 16 نقول 17 مش هتفرق يعني. تمام، مش هيفرق سنتي واحد. فاللي عنده 16 هيعمل نفس المقدار بالظبط، اللي عنده 17 هيعمل برضو نفس المقدار بالظبط، مش تفرق سنتي واحد يعني. ببدأ اوزع كده زي ما انتم شايفين. انا عن نفسي لو عندي بقول عليهم 16، ما بقولش عليهم 17. ادخلهم بقى الفرن كده. بعد ما طلعوا بعمل منشار على رقم 8. هبدأ اشيل الورق من عليهم. لو في اي حاجة متحمرة كده ببدأ اشيلها بالسكينة المشنشرة ديت. هي مش متحمرة اول حاجة، بس يعني ايه، مش مستحبة كده. لقيتها عالية فقصيتها كده بالمنشار، بالطرنش قصدا، وهبدأ اقطعهم بالشكل ده كده تورتاية. ودي كمان هطلع لي كمان طبقة. هعمل برضو التانية هقصها زي ما انتم شايفين كده. بدأت اشيل الحتت برضو المتحمرة اللي في التانية بالشكل ده، وهبدأ برضو اقطعها على رقم 9 رقم 8 قصدا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده. ودولت هشيل منهم الوش اللي فيهم عشان اشتغل. المهم هنا بقى هنبدأ نحط كده سبونج. حطينا طبعا قطع كريمة، وهسقي كده سقيان بسيط. وهحط الطبقة التانية بالشكل ده كده، واحط الطبقة التالتة، وهبدأ احط عليها برضو سيرب وهوزع الكريمة من فوق بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى بالسكرابر المشنشر كده وهبدأ امشي كده لحد ما الشكل يظبط خالص من قدام. زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اخد من بره لجوه كده عشان اساوي السطح بتاع التورتايه. وطبعا همسح البورد وادخلها التلاجة. والتانية عملتها نفسها بالظبط. سيحت بقى جناش وحطيت كده، عملت دريب على الجنوب
واحط على التورتايه كلها من فوق جناش كده وهوزعه بالشكل ده. هزود تاني لان حسيته كده مبين. بس كده احطها بقى في التلاجة. همسح طبعا البوردة قبل ما ادخلها التلاجة. ودي التانية هعملها نفسها بالظبط. طبعا حطيتها في التلاجة عشان تشد التانية، وديت هحط عليها نفسها بالظبط. هما التورتيتين كانوا طالعين في نفس اليوم. برضو هحطها في التلاجة تشد. طلعت الاولانية وهبدأ اعمل وردات كده اقفلها من تحت. بعملها نص وردة تمام، يعني ما بقفلش الوردة للاخر. حطيتها طبعا في التلاجة وهبدأ اجيب اللي بعدها. هبدأ اعمل وردات كده. هنا بشوف، بس كنت بشوف الجنب ان هو اللي هيبقى عليه الوردات، عشان عايزة الوش يبقى هو احسن حاجة. تمام بالشكل ده. هقفلها برضو من تحت نفس التانية بالظبط. بالشكل ده كده. وهدخلها برضو التلاجة تشد شوية. وهجيب التانية اللي انا كنت عاملاها قبل كده. هجيب بقى التانية اللي دخلتها التلاجة وهبدأ اشوف برضو هعمل عليها ايه. الجناش كان لسه مشدش، فطبعا حسيتهم ان هما جايين على جنب كده، فحاولت ازقهم مش نافع. قررت ان انا اغير الشكل خالص. زي ما انتوا شايفين كده. هنا حسيت ان في مكان فاضي كده حطيت فيه وردة كده. خلاص يعتبر بالشكل ده. هحط على كل وردة كده كريسبي اللي هو البني ده. زي ما انتوا شايفين كده بحط على كل واحدة. هحط بقى على كله كده من تحت بالشكل ده. دي بقى التانية.
جبت كده اللي هو فلوتس ده ولمعته كده بالدست. هحطهم بقى عكس بعض كده بالشكل ده كده. هنا بقى احط كريسبي احمر كده، حسيت ان هو هينطق التورتيه دي وبعدين يبقى فيها تغيير شويه عن التانية بالشكل ده. هبدأ برضه احط على كل وردة من تحت كده تنطق الوردات اللي تحت. هنا بقى احط هابي بيرثداي تو يو، وحطيت وردة كده فراشة قصدا، وهنا حطيت كده ده ترانسفير انا كنت عاملاه، حطيت 3 ورا بعض كده بس يعني كل واحدة كده بعدتها عن التانية حاجة بسيطة. وهنا حطيت توتين كده، وده اللي هو بتاع التوت اللي بقع من التوت ده حطيته كده على الطرف. زي ما انتم شايفين كده. رشيت هنا شوية دست كده بسيط، وكده خلاص التورتيه بتاعتي خلصت معايا. هنشوف التانية هنزينها ازاي مع بعض. طلعتها طبعا من التلاجة وهبدأ اشوف هزينها ازاي. حطيت كده قلب مكتوب عليها هابي بيرثداي تو يو، وهنا حطيت كده برضو 3 كده بس لونهم تاني، لون تاني يعني. التانيين كانوا بامبا انما ده لونهم فوم بيج كده. وحطيت فراشة هنا، فراشة برضو ترانسفير مش فراشة من اللي هي بتتاكل. حطيت 2 فوق كده، واحط فراشة كده من تحت من اللي هي مش بتتاكل. تمام. وبصراحة كنت محتارة احط ايه في بقية التورتة يعني. فهجيب كونو وهحطه هنا. كنت لسه بفكر اعمل ايه، ففكرت قلت خلاص هحط كونو بالشكل ده، وقدامه واحدة توت، والجهة التانية اللي هي فاضية من ورا ديت هحط فيها 2 توت كده. تمام. خلاص كده كده التورتيه بتاعتي خلصت معايا. حطيت 3 توت كده قدام بعض. هحط بس كام واحدة كده من لونهم اصفر دولت اللي هو النجوم. هي بتبقى نجوم الوان مع بعض كده كتير، بختار منها لو عايزة مثلا احط نجوم بس صفرة او اي لون يعني بختاره وبشيلهم كده وبحطهم زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص التورتيه خلصت معايا، بس في كام واحدة كده كنت نسيتهم من تحت ما حطيتش فيهم الكريسبي الصغير. كده خلاص التورتيه خلصت معايا. كده خلاص التورتيتين معايا جاهزين. يا رب يعجبوكم ويبقوا سهلين. استنوني في فيديو جديد.